السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم ازاي نعمل سمك مشوي في البيت بطريقه ناجحه جدا. ولو انت بتخافي ان هو يلزق منك او ينشف معاكي او ما يطلعش بنفس الطعم الجاهز، فالنهارده هنحل كل المشاكل دي علشان تطلعي احلى سمك مشوي بطعم وريحه تجنن اي حد يدوقه عندك. نبدأ ونسمي الله، بس يا ريت ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. لوصفة النهاردة هنحتاج فيها اي نوع سمك انت حباه، وكمان الكمية زي ما انت عايزة. انا النهاردة هعمل معاكم سمك بشوكة، لان حقيقي الطعم بتاعه بيكون حلو جدا وكمان احنا بنحبه. بس طبعا ينفع ان انت تستبدليه باي نوع سمك تاني انت عايزاه، بس هنمشي على نفس الخطوات بالظبط. هنحتاج 4 سمكات بشوكة، الحجم بتاعهم كبير شوية. ولما نجيب السمك بنجيب السمكة الناشفة، بلاش نجيب السمكة اللي بتكون مهرية. وكمان الظهر بتاعها بيكون لونه أبيض، دي بيكون طعمها أحلى كتير. نشوف بقى تنظيف السمك. بنفتح بطن السمكة وبننضفها كويس وبنغسلها كويس جدا، وبعدين بننقعها بمية وملح وليمون لمدة نص ساعة. وفي ناس ما بتفتحش بطنه، بس طبعا مش مستحب، الافضل ان احنا ننضفه ونغسله كويس. وزي ما شفتوا كده السمك متنضف كويس ونقحته لمدة نص ساعة، جاهز على التتبيلة. هنحتاج كبة او خلاط او هون، هنضيف فيه 10 فصوص توم، حباية من الفلفل الاخضر، هضيف كمان نص ربطة كزبرة خضراء، هنضيف كمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة، هزود كمان ربع كوباية عصير ليمون، وهضيف معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، كمون، كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة من الشطة. ونضربهم كويس مع بعض لغاية ما ينعموا معانا. وبناخد من التتبيلة وبنحشي بطن السمك وبنسيبه لمدة 10 دقايق علشان يتبل قبل ما نشويه. وبجد الخطوة دي بتفرق كتير جدا في الطعم بتاعه. وبعد ما حشيت السمك هسيبه لمدة 10 دقايق او ربع ساعة علشان يتبل، وبعدين هنضيف عليه الردة علشان نبدأ ان احنا نشويه. والخطوة دي مهمة جدا، لازم نغلف السمك كويس قوي بالردة علشان ما يلزقش معانا في الفرن. وقبل ما ندخل السمك الفرن هنجهز المية بتاعة السمك علشان اول ما يخرج معانا هننزله في المية. هناخد بقى الخلطة بتاعة السمك وهنزودها كوبايتين 2 مية، وهندوق الطعم بتاعها. لو محتاجة ملح هنزود لها، ودي هتكون المية بتاعة السمك. علشان كده انا كنت عاملة تتبيلة كتيرة شوية علشان نحشي بطن السمك من جوه والباقي نسقي بيه السمك. بس هقولكوا على حاجة، علشان الحدق بتاع السمك يطلع معاكم مظبوط جدا، المية دي هنزود لها الملح بتاعها شوية، هنخليها حادقة شوية. وما تخافوش خالص، الطعم بتاع السمك هيطلع معاكم مظبوط جدا. لكن لو خليتي الحدق بتاع المية مظبوط السمك هيطلع معاكي دلع، فلازم ان احنا نحدق المية بتاعه السمك شوية صغيرين علشان السمك يطلع معانا الطعم بتاعه كويس. بعد ما جهزنا مية السمك هنركنها على جنب شوية ونشوف ازاي نشوي السمك. انا هشويه في فرن الغاز، بنشغل الفرن من تحت على اعلى نار عندنا، والنار من فوق بتكون على الهادي، وبنسيبه لمدة 10 دقايق يسخن كويس جدا. طيب هنعرف منين ان الفرن سخن كويس جدا وجاهز ان احنا ندخل فيه السمك؟ هنجيب رشة صغيرة من الردة ونرشها على البلاطة بتاعة الفرن. لو طلعت معانا دخان على طول كده بنعرف ان الفرن بتاعنا سخن كويس جدا وجاهز ان احنا ندخل فيه السمك. لكن لو ما طلعتش معانا دخان على طول هنستنى عليه شوية لما يسخن كويس جدا، علشان لو دخلتي السمك الفرن وهو ما سخنش معاكي كويس السمك هيلزق معاكي في الفرن. هنسيب بقى السمك لمدة 4 دقايق وبعدين نبدأ ان احنا نقلبه. بس اهم حاجة النار من تحت تكون عالية جدا. ولو حبيتي تشوي السمك بتاعك في فرن البوتاجاز بتشغلي الفرن بتاعك يسخن كويس جدا على اعلى نار عندك من تحت ومن فوق، وبتحطي السمك في اول بلاطة من تحت. نشوف بقى السمك بتاعنا هنبدأ ان احنا نحركه بالراحة. لو اتحرك معانا بكل سهولة نبدأ ان احنا نقلبه على الجنب التاني. لكن لو حسينا ان فيه صعوبة شوية في الحركة فهنسيبه كمان لمدة دقيقة علشان يستوي كويس. وبلاش نعافر ونقلب في السمك، لو حسينا ان هو ماسك شوية هنسيبه لما يستوي وياخد اللون من تحت. بعد كده هيكون سهل بالنسبة لك ان انت تبداي تقلبيه على الجنب التاني. لكن لو قلبتيه وهو ماسك هيتهري معاكي.
وبعدين نعلي النار من فوق شوية علشان يتحمر معانا بسرعة، وبنقلبه على الجنب التاني لمدة 4 دقايق. وبعد مرور 4 دقايق بنبدأ ان احنا نطلعه من الفرن، بيكون استوى معانا. وما تقعدهوش في الفرن كتير علشان ما ينشفش منك. وبعدين بننزله في المية لمدة 3 دقايق وبنقلبه على كل جنب شوية. وبعد كده بنشيله من المية وبيكون جاهز معانا على التقديم. وبيتقدم معاه رز ابيض وسلطه خضراء وجرجير، وبالهنا والشفا للي هيجرب الوصفه دي بجد هتنبسطوا منها. عايزاكوا تجربوا شوي السمك في البيت، بجد هتعتمدوه. نفتح كده سمكه ونشوف الشكل بتاعها من جوه، ونشوف كمان التسويه بتاعتها. شايفين ما شاء الله عليه، بجد حلو قوي، طعمه كمان تحفه جدا، والملح بتاعه مظبوط جدا، والتسويه بتاعته مظبوطه. ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه ويعجبكم. وبس كده تكون وصفة النهاردة خلصت. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.